جول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان. حلقة جديدة مع كورة مع الزنفولي، أهلا بكم يا جماعة. حلقتنا إن شاء الله في أخبار مهمة لعشاق الفانيلا الحمراء وعشاق الفانيلا البيضاء. طبعا أصدقائي وأحبابي الزملكاوية والأهلاوية جايب لكم حبة أخبار حلوة كده وسريعة، أخبار مهمة. فقبل ما نقول الأخبار يا جماعة ما تنسوش الاشتراك في قناة الكورة مع الزنفولي على اليوتيوب وقناة محمود الزنفولي على الفيسبوك. ويا جماعة ما تنسوش الشير، يعني شير على قد ما تقدروا. نبدأ بأخبار النادي الأهلي. خلاص يا جماعة، النادي الأهلي هيبدأ البطولة الأفريقية خلاص يوم 16/2 مع شباب بلوزداد الجزائري في الجزائر. طبعا ماتش مصيري ومهم جدا للنادي الأهلي، ماتش هيحدد ملامح المجموعة. فان شاء الله ان شاء الله الاهلي يلعب ماتش حلو وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. يعني ان شاء الله الاهلي اقل حاجه يطلع بنتيجه ايجابيه، يعني ان شاء الله. يعني فالاهلي لو خسر الماتش ده هيحصل فيه مشكله بقى، خش بقى في حوار بيرما بقى ونشوف مين يكسب ومين يخسر ومحتاجين ايه. فالاهلي ان شاء الله يخلص الماتش ان شاء الله ونطلع اول المجموعه. ماتش مصيري وربنا يستر. يعني ماتش طبعا الاهلي يوم 16/2 الساعه 9 بالليل. ماتش الاهلي وشباب بلوزداد يا جماعه يوم الاثنين، يوم 16/2 الساعه 9 بالليل. وخلي بالك برضو الاهلي هيلعب ميدياما الغاني يوم 23 بره ارضه برضه. يعني الاهلي هيلعب ماتشين بره ارضه، ماتشين مهمين جدا للنادي الاهلي ان شاء الله. الاهلي ان شاء الله يكسب الماتشين ان شاء الله ويصعد اول المجموعه. برضه افكركم برضه النادي الاهلي طبعا المجموعه بتاعت النادي الاهلي طبعا اول مجموعه برصيد 5 نقط. كسب ماتش وتعادل ماتشين، كسب ميدياما وتعادل مع شباب بلوزداد وتعادل مع يانج افريكا. يجي بعد كده يانج افريكا في المركز الثاني برصيد برضه 5 نقط زي الاهلي، بس الفرق ان يانج افريكا لعب 4 ماتشات مش 3. يليه برضو ميدياما عنده 4 نقط، برضو لعب 4 ماتشات، وشباب بلوزداد لعب 3 ماتشات في آخر المجموعة. فماتش الأهلي صعب جدا للنادي الأهلي، ماتشين صعبين جدا. إن شاء الله الأهلي يكسب الماتشين بالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي. طبعا في ماتش بين الماتشين دول ماتش الجيش، ففي كلام كتير الماتش يتأجل. يعني فمن حق النادي الأهلي يأجل الماتش. في اللائحة بيقول لك اللي المفروض الماتش لو الأهلي لعب بره أرضه عشان يجي يلعب على أرضه يبقى الفرق بين الماتشين 4 أيام. طبعا أنتوا عارفين ماتش شباب بلوزداد يوم 16 وماتش الجيش يوم 19. طبعا ماتش الجيش متحدد يوم 19 الساعة 4 العصر، فطبعا فرق بينهم 3 أيام فمش هينفع. فالأهلي من حقه اللي يأجل الماتش، وفي بنسبة كبيرة طبعا الماتش يتأجل. برضو عايز اكلمكم برضو على الماتش. اللعيبه برضو رضا سليم وندفيد الحمد لله جاهزين للماتش، تعافوا من اصابه وجاهزين ان شاء الله للماتش. طبعا رضا سليم ممكن ما يبداش الماتش، ممكن المدرب يعتمد عليه الشوط الثاني. وفي مفاجاه في التشكيل بالنسبه للنادي الاهلي. الكولر بيفكر اللي يبدا بموديس على حساب كهربا. يعني كولر يعني بيفكر اللي يبدا موديس. طبعا موديس الايام اللي فاتت دي متالق، فكولر كان بيفكر يعني اللي هو يبدا بموديتس. وفي تفكير جامد ان شاء الله اللي هو هيبدا بموديتس في التشكيل الاساسي، وكهربا ممكن يبدا الشوط الثاني. ده بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي برضو خلي بالكم يا جماعه بيخلص صفقات الصيف. الاهلي بيخلص في صفقات الصيف. طبعا الاهلي عنده في 2025 كاس عالم الانديه، طبعا بطوله كبيره فرق كتير، فهو عايز يخلص بدري بدري في صفقات الصيف. فالاهلي اللي عرفته اللي هو خلاص حط التوش الاخيره في صفقتين خلاص وشغال في صفقتين تانيين. طبعا هاجي اقول لكم برضو فيديو تاني على صفقات الاهلي خلاص خلصها، وصفقات الاهلي ماشي فيها في الصيف يخلصها. ده بالنسبه للنادي الاهلي. نبدا بنادي الزمالك. الزمالك يا جماعه كان بيتدرب على استاد حلمي زموره. طبعا اللعيبه اشتكت من ارضيه الملعب، حصل طبعا اصابتين، اصابه الونش بص ربنا يشفيه، واصابه احمد حمدي في شد في العضله الضمه. فالمدرب طلب اللي هو ينقل تدريبات من ملعب لملعب تاني. فالزمالك نقل تدريباته خلاص في ملعب فرعي في الدفاع الجوي عشان ما يحصلش اصابات.
في 6 لعيبه يا جماعه المفروض يجددوا عقدهم خلاص السنه الجديده. ال6 لعيبه هم مين؟ عندك شيكابالا، عندك اوباما، عندك محمود علاء، عندك محمد صبحي، عواد، رؤى. فالمفروض اللعيبه دي خلاص تتجدد في نادي الزمالك، عقودهم خلاص تخلص. فالمدرب طلب من الاداره اللي هو ما تجددش دلوقتي اللعيبه دي غير ما يشوفوا التدريبات. طبعا الماتشات الجايه هيحدد بقى مين هيكمل معاه السنه الجايه ومين مش هيكمل معاه. فطبعا اتاجلت حوار ايه التجديد لبعض اللعيبه دي. برضو الزمالك فيه مشكله في حته الشمال. طبعا انتوا عارفين ان احمد فتوح عنده اصابه وهيقعد شهرين. فالمدرب طبعا ما عندوش غير عبد الشافي. طبعا شافي طبعا سنه كبير، طبعا مش هيقدر يعني يلعب الماتشات الجايه دي كلها، طبعا ضغط مباريات. فالمدرب بيجرب برضو في اللعيبه الجديده دي مين يقدر يلعب في الحته الشمال دي. فجرب كذا لعيب فلا اللي ما فيش غير لعيب واحد بس اللي اتألق في الحته دي، اللاعب الجديد الاجنبي اللي اسمه متيابا اللي الزمالك جابه. فهو الوحيد اللي اتألق في الحته دي. فشكل كده المدرب هيعتمد على متيابا ده في الحته الباك الشمال مع عبد الشافي. برضو دي بالنسبه اخبار نادي الزمالك. النهارده يا جماعه في نهائي بطوله اسيا النهارده بين الاردن وبين قطر. الماتش النهارده ان شاء الله يا جماعه الساعه 5 ومتذاع على قناه الكاس على النايل سات، وفي قناه العراقيه 4 عراقيه التردد بتاعها برضو اقول لكم عليه تردد 11 6 7 8 27 500 افقي. هتذيع الماتش مفتوح على النايل سات على قنوات كاس القطريه. والنهارده برضو في ماتش برضو مهم جدا يا جماعه، ماتش على تحديد مركز الثالث طالع في البطوله الافريقيه بين جنوب افريقيا والكونغو. برضو الماتش متذاع على الساعه 10 متذاع على قناه الجزائريه الارضيه. وماتش بكره النهائي ان شاء الله يا جماعه بين كوتوفوار، ماتش قوي جدا، كوتوفوار ونيجيريا. برضو الماتش متذاع برضو على قناه الجزائريه الارضيه الساعه 10 بكره ان شاء الله يا جماعه. الماتش برضو ده متذاع بكره على قناه الجزائريه الارضيه الساعه 10 نهائي البطوله الافريقيه. خلصت اخبارنا يا جماعه. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في قناه الكوره مع الزنفولي او قناه محمود الزنفولي على الفيسبوك، وشير على قد ما تقدروا يا جماعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.